يا جماعة عمرنا فكرنا إزاي ممكن ناس عباقرة يعني أذكياء جدا يوصلوا لمرحلة الإفلاس، وفي نفس الوقت نلاقي ناس تانية عادية جدا بتبني ثروات ضخمة. الموضوع محير صح؟ هل القصة كلها معادلات معقدة وذكاء خارق؟ لا خالص. الحقيقة الإجابة أبسط من كده بكتير. النجاح المالي طلع مش لعبة أرقام، لا دي لعبة نفسية. والنهاردة إحنا هنفك شفرة اللعبة دي مع بعض من خلال كتاب عظيم هو سيكولوجية المال. طيب خلينا نقف عند الجملة دي لحظة. بصوا، دي مش مجرد كلام حلو بيتقال، دي حرفيا قاعدة اللعب كلها. الكاتب مورجان هاوزل عايز يقول لنا إن تعاملنا مع الفلوس أشبه بتعاملاتنا الاجتماعية أكتر ما هو مسألة فيزياء أو رياضيات. يعني إيه؟ يعني ممكن واحد يكون أذكى واحد في الدنيا، بس لو سلوكه وتصرفاته مع الفلوس متهورة هيخسر كل حاجة. وعلى الناحية التانية ممكن شخص عادي جدا بس صبور ومنضبط يحقق اللي عباقرة فشلوا فيه. القصة كلها في السلوك. طيب، في جولتنا السريعة دي هنعدي على 5 نقط أساسية هتغير مفهومنا عن الفلوس. هنتكلم عن ليه المال ده لعبة نفسية أصلاً، ودور الحظ والمخاطرة اللي محدش بياخد باله منه. وبعدين هنشوف قوة التوفير والوقت، وأهمية إن الواحد يفضل مكمل في اللعبة. وفي الآخر هنعرف إيه هي الثروة الحقيقية. يلا بينا نخش في الموضوع على طول. تمام. أول وأهم نقطة في الكتاب كله هي دي: سلوكنا وتصرفاتنا أهم بكتير من اللي احنا عارفينه أو دارسينه. يعني احنا دايما متخيلين إن القرارات المالية الكبيرة دي بتتاخد في مكاتب ضخمة قدام شاشات بورصة وأرقام بتجري، بس الحقيقة لأ. الحقيقة إن القرارات دي بتتعمل جوه دماغنا، بتتأثر بخوفنا، بطمعنا، بتجاربنا اللي فاتت. القرارات دي بتتاخد على ترابيزة الأكل في البيت، مش في جداول إكسل معقدة خالص. وخير دليل على الكلام ده قصة حقيقية بيحكيها الكتاب. كان في عامل نظافة اسمه رونالد ريد. الراجل ده قدر يجمع ثروة حوالي 8 مليون دولار. إزاي؟ ببساطة بالادخار والاستثمار المستمر في أسهم شركات كبيرة ومعروفة. في نفس الوقت بالظبط كان في مدير كبير في شركة مالية خريج هارفارد وبياخد مرتب خرافي. الراجل ده أفلس. طب إيه الفرق؟ الفرق ما كانش في الشهادات ولا في الذكاء، الفرق كان في السلوك. قصة بتورينا إن الصبر والالتزام ممكن يكسبوا أذكى العول في العالم. طيب نيجي بقى لنقطة تانية، ودي بصراحة ممكن تكون صادمة شوية. كلنا بنحب نفكر إن نجاحنا ده نتيجة مجهودنا وتعبنا 100%، وإن أي فشل بيحصل لنا ده بسبب أخطائنا. بس الحقيقة إن في لاعبين تانيين في الملعب ده إحنا مش شايفينهم. في قوتين خفيين بيشكلوا كل حاجة بتحصل: الحظ والمخاطرة. وقبل ما نكمل خلينا نسأل نفسنا سؤال بصراحة كده. لما بنشوف حد ناجح قوي، هل بنعترف بدور الحظ في نجاحه؟ ولما بنشوف حد بيفشل، هل بنقول يستاهل ما هو اللي عمل كده في نفسه؟ الكتاب بيقول لنا لأ، استنوا، الموضوع مش أبيض واسود كده خالص. القصة أعقد من كده بكتير. تخيلوا معايا الموقف ده. مستثمر شاطر جدا عمل كل الواجب اللي عليه، حلل وبحث، وفجأة تحصل أزمة عالمية محدش ليه إيد فيها تضيع كل مجهوده. وعلى الناحية التانية شخص عادي جدا اشترى سهم كده بالصدفة والحظ ضرب معاه وعمل ثروة. ده معناه إيه؟ معناه أننا لازم نفرق بين القرار نفسه والنتيجة بتاعته. مش كل قرار صح نتيجته حلوة، ومش كل قرار غلط نتيجته كارثة. لازم نعترف بوجود الحظ والمخاطرة في المعادلة. طيب لو الحظ والمخاطرة دول حاجة مش في إيدينا، نعمل إيه؟ نستسلم يعني؟ لا طبعا. في سلاحين أقوياء جدا في إيدينا، أقوى من أي حظ أو مخاطرة، والأجمل إنهم متاحين لأي حد فينا مهما كان دخله أو ذكائه. السلاحين دول هما التوفير والوقت. ودي بقى ممكن تكون من أهم الأفكار في الكتاب كله، فركزوا فيها. معظمنا بيضيع وقت ومجهود رهيب وهو بيدور على الاستثمار الخارق اللي هيجيب أعلى عائد، عاملين زي اللي بيدور على إبرة في كوم قش. بس الحقيقة إن في حاجة واحدة بس، زرار واحد بس، إحنا اللي بنتحكم فيه 100%، وهو نسبة الفلوس اللي بنحوشها من دخلنا. بناء الثروة في الآخر ليه علاقة باللي بنعرف نحوشه أكتر من قدرتنا على توقع السوق هيروح فين. بصوا كده على الرسم البياني ده. العمود العالي ده بتاع شخص بيحوش نسبة كبيرة من مرتبه وبيستثمرها في حاجات عادية جدا من غير فزلكة. العمود القصير اللي جنبه ده بتاع واحد بيحوش قليل قوي بس بيحاول يبقى ذكي ويجري ورا استثمارات خطيرة عشان يعمل مكسب سريع. النتيجة ايه؟ زي ما احنا شايفين، السلحفة المنضبطة كسبت السباق. الاستمرارية في الادخار بتكسب دايما على المدى البعيد. الرقم الكبير اللي قدامنا ده 8.4 مليون، ده مش رقم من الخيال العلمي. ده اللي ممكن يوصله شخص لو استثمر مبلغ بسيط، قول مثلا $100 كل شهر، بس استمر لمدة 40 سنة في استثمار عادي بعائد متوسط. القصة مش سحر، دي قوة حاجة اسمها الفايدة المركبة، اللي أينشتاين نفسه سماها أعجوبة الدنيا الثامنة. ببساطة فلوسك بتجيب فلوس، والفلوس الجديدة بتجيب فلوس أكتر. الوقت هو أقوى حليف ممكن يكون معانا في رحلة بناء الثروة.
تمام قوي. كده عرفنا إزاي نجمع الفلوس، بس في تحدي تاني، تحدي أكبر بكتير وقليل قوي اللي بيتكلموا عنه، وهو إزاي نحافظ على الفلوس دي. لأن بصراحة إنك تعمل فلوس ده حاجة، وإنك تحافظ عليها دي حاجة تانية خالص. بناء الثروة محتاج تفاؤل ومخاطرة، لكن الحفاظ عليها ده محتاج العكس تماما، محتاج تواضع وشوية قلق صحي وإدراك إن كل حاجة ممكن تروح في لحظة. وهنا بقى بيجي دور مفهوم عبقري اسمه هامش الأمان، وده مش مجرد إنك تحوش فلوس للطوارئ وخلاص، لأ، دي طريقة تفكير. معناها إنك لما تعمل خطة لازم تفترض إنها ممكن تفشل، بالظبط زي المهندس اللي بيبني كوبري يقدر يشيل وزن أكتر بكتير من العربيات اللي هتعدي عليه. هامش الأمان ده هو اللي بيخليك وقت الأزمات والتقلبات في السوق تقدر تستحمل وما تضطرش تبيع كل حاجة بخسارة في عز الأزمة. طيب، عشان نعرف نفضل في اللعبة دي ونخلي الوقت يشتغل معانا، في 3 قواعد بسيطة. أول حاجة، نتقبل إن الأسواق متقلبة، يعني يوم فوق ويوم تحت، وده الطبيعي. اللي بيخسر هو اللي بيتوتر ويبيع والدنيا واقعة. تاني حاجة، بلاش التطرف، يعني بلاش نحط كل البيت في سلة واحدة مهما كانت السلة دي شكلها حلو. التوزيع أساس البقاء. وتالت حاجة، لازم يكون عندنا خطة للأسوأ. دايما نسأل نفسنا إيه أسوأ سيناريو ممكن يحصل ونكون مستعدين له. كده وصلنا لآخر محطة معانا، ويمكن تكون أهم محطة فيهم كلهم. بعد كل الكلام ده عن التوفير والاستثمار والبقاء في اللعبة، لازم نقف ونسأل نفسنا، إحنا بنعمل كل ده ليه أصلاً؟ إيه الهدف الأخير من جمع الفلوس؟ صدقوني الإجابة مش عربيات فخمة ولا بيوت كبيرة. الخلاصة كلها في الجملة دي. القيمة الحقيقية للفلوس، الجائزة الكبيرة بجد، هي إنها تشتري لنا الحرية. حرية إن الواحد يصحى الصبح ويقرر يعمل إيه بيومه بمزاجه. حرية إنه يقول لأ على شغل مش طايقه. حرية إنه يقضي وقت أكتر مع أهله والناس اللي بيحبهم. القدرة على التحكم في وقتنا، دي أعلى وأغلى فايدة الفلوس ممكن تديها لنا. دي الثروة الحقيقية. والاقتباس ده بيلخص فلسفة الكتاب كله في كلمتين: إنك تقدر تعمل اللي عايزه في الوقت اللي عايزه ومع الناس اللي عايزهم. هو ده قمة الغنى. الثراء الحقيقي مش رقم في البنك، الثراء الحقيقي هو عدد الاختيارات اللي قدامك في الحياة. الفلوس في الآخر مجرد أداة عشان توصلنا للحرية دي، حرية الاختيار. وبدل ما نلخص كل اللي اتقال، خلينا نختم بسؤال للتفكير: إيه اللي يدينا سيطرة أكبر على وقتنا؟ خدوا بالكم، الإجابة مش لازم تكون ملايين الجنيهات. ممكن تكون ببساطة إن الواحد يسدد ديونه، ممكن تكون إن الواحد يتعلم مهارة جديدة تخليه مطلوب أكتر في شغله، ممكن تكون مجرد وجود مدخرات تكفي مصاريف 6 شهور، دي لوحدها بتدي راحة بال رهيبة. فكروا فيها كده، إيه الخطوة الصغيرة اللي ممكن كل واحد فينا ياخدها النهاردة عشان يشتري بيها حتة صغيرة من حريته بكرة؟